عندما سئل الشاعر خليف بن دواس الشاطري رحمة الله عليه في إحدى اللقاءات في أحد المجلات عام 2004، أجاب بالآتي، وكان السؤال عن شليوح بن شلاح رحمة الله عليه: ما سبب توقف الشاعر شليوح بن شلاح عن الشعر والمحاورة؟ أجاب قائلا: شليوح بن شلاح شاعر مجهول إعلاميا، وقد رفعه إلى سلم الشهرة أصحابه: رشيد الزلامي، خلف بن هذال، مستور العصيمي، مطلق الثبيتي، وذلك بواسطة تبادل المصالح. وبعد مرور وقت طويل حصل بينه وبينهم أشياء تنافسية، فزعل منهم شليوح واعتزل المحاورة، وكذلك الشعر. إضافة إلى ذلك فإن رغبة الشعر قد ذهبت منه لكثرة مشاغله ولكبر سنه. لم أرد أن أظهر هذا التصريح صراحة، وهو إظهاره ليس لا مانع منه، ولكن عندما يأتي التطاول على الرمز الكبير خلف بن هذال من قبل أشخاص لا علاقة لهم في الشعر، ويسيئون لخلف بن هذال في الفترة الأخيرة يومين ثلاثة على حساب شليوح بن شلاح، فهم كلهم رموز بلا شك، ولكن من دق الباب يجد الجواب. فكنت حريص دائما عن البحث في التاريخ الماضي للشعراء، ولكن للأسف أحيانا تدعو الحاجة أن نأتي بالحقائق، ولكنها ربما تزعل بعض الجماهير، ولكن هذه هي الحقيقة. هذا الكلام كلام خليف بن دواس رحمة الله عليه منافي حتى الكلام الشاعر تركي الميزاني لما ذكر قبل فترة في لقاء في رمضان، وأنا عرضت على هذا اللقاء وانتقدت عليه انتقاد الأذى، لما ذكر بأن محمد بن شلاح هو من أظهر حبيب ومستور وصياف وابو مشعاب، فكنت أقول له لماذا لم يظهر أبناء عمومته؟ فإذا فعلا أبو نايف كلامه كان صحيح، محمد بن شلاح رحمة الله، محمد بن شلاح رمز ولا يقلل منه، فعلا هو من أظهر هؤلاء الشعراء، لماذا لم يظهر أخيه شليوح بن شلاح اللي قال خليف بن دواس إنه مجهول إعلاميا؟